وجبتنا اليوم كتير طيبة، مغذية وصحية ومليانة حديد. فاللي معه نقص حديد كتير بتناسبهم هاي الأكلة اللي هي أكيد عرفتوها سبانخ. مكونات الأكلة هي سبانخ، وعندي الكزبرة والملح والفلفل والثوم بالإضافة إلى البصلة. هلأ نزلنا السمنة واللحمة والبصلة وعم نستنى اللحمة لتستوي. هلا بنرش رشة ملح، رشة ملح صغيرة. طبعا انا هدول برشها وقت السبانخ، وقت بنزل السبانخ برشهم ورشة فلفل مشان اللحم. بنضل بنقلب لحتى تستوي اللحمة والبصلة. في مال يقولوا انه انا مكترة بصل، انا بحب البصل كثير وبحب الكزبرة كثير وبحب الثوم كثير بالاكلة. فمثل ما قلنا هنستناهم شوي ليستووا مشان ننزل السبانخ. وهلا شايفين انه اللحمة والبصلة استوت تمام. هلا خلينا ننزل السبانخ. بسم الله. يلا هلا بس يفضلوا شوي بننزل الباقي. هلا بنحركهم، بنموس الغاز بقى وبنحركهم. نخليهم هيك ليدبلوا شوي. بنرش لهم الملح، خلينا نرش الملح، الفلفل، والبابريكا، وبنحركهم. بنتركها هلا نعطيها وقت لحتى تستوي. واكيد هلا نوصت الغاز، انا منوصل الغاز عم بستناها لتستوي. شوفوا عم تغلي هي بقى. هلا بنستنى عليها لحتى الاقيها استوت. بنزل الكزبره والثوم. الكزبره والثوم انا بقليهم لحالهم، بعدين بنزلهم فوق السبانخ. وهلا السبانخ شبه استوت. هلا بقى بدي نزل الكزبره والثوم، بس قبل ما نزل الكزبره والثوم بدي اقليهم لحالهم. وهلا نزلنا الكزبره فوق الثوم وبنقلبهم على النار مع رشه ملح صغيره، ومع رشه فلفل كمان صغيره، وبنقلبهم على النار يتقلوا شوي لبين ما السبانخ تكون جهزت تقريبا ان شاء الله. بس ليتقلوا الكزبره والثوم بنرجع بنحطهم فوق السبانخ. بعد ما تقلت الكزبره والثوم بننزلهم فوق السبانخ. بعد ما قليناهم شايفين هلا بننزلهم فوق السبانخ وبنقلبهم. بنخليهم دقيقة شوي، يعني كم دقيقة وكم تقليبة، وبعدين بنطفي الغاز. وهي بعد ما نزلت الكزبرة والثوم هلا دقيقتين 3 وحاسكبها. هلا وهيك شكلها بعد ما استوت. وهلا بدي احط لها رمان زينا بالرمان. وهيك خلصت اكلتنا ان شاء الله. هيك اللي بيساويها ألف صحة وهنا بياكلها ألف صحة وهنا. وهيك أكلتنا جاهزة. أكيد بدها ليمون معها، وفي ناس فلفلة خضراء، في ناس مخلل.
ان شاء الله تكون عجبتكم.